ثواني بس، دكتور الدكتور كان بيطلعك على الجامعه في الازعاج واعمل محاضرات وادي المحاضرات، بس بكون محضر. يعني انت كليه ايه يا عم زيزو؟ انا اخصائي اجتماعي، خدمه اجتماعيه. لا والله. اه والله يا باشا انا اول مره اعرف المعلومه دي. شوف انت شغال معايا بقالك 3 4 سنين اهو. وعامل دبلوم تربوي مهني وعامل ماجستير في علم الاجتماع. يا باشا بص، طبعا انا اتشرف بيك والله. بس انا بحب المهنه دي هندسه يا باشا. انت من الناس اللي انا اتشرف بيها والله. حبيبي هندسه. حبيبي يا عم زيزو. طيب احنا هنستلم بقى العزل بتاع الايه؟ بتاع الحمام. تمام. احنا طبعا سايبينه بقالنا تقريبا داخلين في 72 ساعه النهارده. اكتر هندسه. انت سايبه، انت ماليه امتى؟ يوم السبت الصبح. يوم السبت الساعه حوالي 8. يعني داخلين معديين 48 ساعه. يا باشا طبعا احنا هننزل دلوقتي. هنشوف طبعا هنا المنور ده. هنشوف دلوقتي هل في تسريب حصل في المنور ولا لا، وهنشوف هل في تسريب حصل تحت عند الجار اللي تحت ولا لا. طبعا هو الشركه جت اختبرت من حوالي ساعه بالظبط. فطبعا انتوا حطيتوا له طوب، فايه منسوب الميه عالي شويه اهو زي ما احنا شايفين، ورجع قل تاني. مفيش مشكله. خلاص تعالى هنشوف الاختبار ده نجح ولا لا. يلا بينا ننزل تحت. طبعا هنا الدخلات بتاعه الصرف اهي. خلاص الدخلات اهي بتاعه صرف التكييفات، طبعا هي متطببه من جوه يعني. خلاص كده، والكلام ده كله متطبب برده. تعالى بقى نشوف الصرف ده. تعالى نشوف قصدي العزل ده عامل ايه في المنور وفي الجار اللي تحت. يلا بينا. احنا طلعنا بره الشقه اهو عشان نبص على المنظر. هو ده الحمام بتاعنا اهو. ماشي. تسلم ايدك يا عم زيزو. ما رضيناش نسيب الشريش برضك هندسه مفتحه. تمام. تعالى ننزل تحت ونبص. بص بسم الله. احنا كده داخلين الشقه اللي تحت اهو. استاذنا برضو الناس وداخلين نشوف الحمام. تمام. بص الهندسه تقريبا بيكون اضعف منطقه القمر. احنا مع بعض اهو. مع بعض يا عم زيزو بنشوف مع بعض. خلي بالك لو حاجه هتجيب، انت شفت الافيز بتاع 4 ده؟ الافيز ال 4 ده تقريبا اضعف منطقه عند الافيز، لانه داخل حوالي 10 سم في الخرسانه. مظبوط يا عم زيزو. يا باشا الله يبارك لك. تسلم ايدك يا عم زيزو. ويا باشا نقدر كده نفضي الحمام، وان شاء الله نقدر نقول العزل نجح. طبعا احنا عازلين هنا بسيكا سيل 107 خلاص. وطبعا خطوات العزل شرحناها في فيديوهات كتير قبل كده، بس سريعا اول حاجه السباك بيدخل يعملها ان هو بيعمل ايه؟ تعالوا نشرح ده على الطبيعه بقى. زي ما قلنا هو اول حاجه بيعملها ان هو بيكسر هوايم الصرف، حاجه زي قايم صرف الحوض الكلام ده كله بيتكسر، وبعد كده بيتحلقم بالمونه الاول، وبنحط مع طبقه المونه طبعا اديبوند 65 اهو من سي ام بي. بالاضافه طبعا بيتعمل زي ما قلنا رقبه ازازه في الداير بتاع الحمام كله. خلاص. بعد كده بعد ما بنكسر وبنعمل طبقه اللياسه، لما احنا بنكسر وبنعمل طبقه اللياسه بندخل بعد كده بالعزل بتاعنا، وطبعا بنبدا الاختبار زي ما احنا شايفين. طبعا التغذيه كلها متجمعه زي ما احنا شايفين كده. جميل. وطبعا الصرف برده متجمع بره، في صرف هنا متجمع بره هنا وهنا، بس طبعا ايه لسه الكلام ده ان شاء الله هيركب بعد ما نفضي الحمام باذن الله. ده كان فيديو سريع عن استلام العزل، وتابعونا بعد كده ان شاء الله عشان نشوف فيديوهات اكتر واكتر.